السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بطلاب الصف الثاني الحلوين، صف ثاني القدس من مدرسة دار السلام الخاصة. أخذنا يا تاني في الحصص الماضية أهمية الماء، وتعرفنا أن ربنا قال في القرآن الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وعرفنا يا تاني إنه الإنسان والحيوان والنبات بيحتاج هذا الماء حتى يعيش. اليوم بدنا نتعرف إحنا من وين بيجينا الماء، وما أشكال الماء، وما مصادر الماء. إذا عنوان درسنا اليوم يا تاني يا أبطال: مياه بلادي. خلونا نتذكر مع بعض يا تاني استخدامات الماء. تذكروا معي: تعيش فيه الأسماك، نشرب الماء ممتاز، نطهي الطعام بالماء، نستخدمه للاستحمام، أحسنتم يا تاني، وللسباحة، وتبحر فيه السفن، نصيد منه الأسماك، أحسنتم يا أبطال. طيب يا أبطالي، لدينا هنا صورة، ماذا ترى في الصورة الأولى؟ نرى رجل الإطفاء يأخذ الماء ويحاول أن يطفئ حريق. أحسنتم. وهنا ماذا تفعل الفتاة؟ إنها تسقي الأزهار الجميلة. والفتاة هنا ماذا تفعل؟ تشرب الماء. أحسنتم يا تاني. والآن لنتعرف أشكال المياه. أشكال المياه في بلادنا شكلان. الشكل الأول يا تاني، هنا هل ترون الماء هنا على سطح الأرض أم في داخل الأرض؟ من الصورة اللي قدامكم، هل هو على سطح الأرض يعني على وجه الأرض إحنا شايفينه، ولا جوا في الأرض من جوا؟ إنه على سطح الأرض نراه بأعيننا. إذا يا تاني هذا شكل الماء نسميه مياه سطحية. مياه سطحية. إيش يعني مياه سطحية يا تاني؟ يعني هذه المياه توجد على سطح الأرض، على سطح يعني على وجه الأرض، نراها نحن، نراها. إذا هي مياه سطحية. مياه سطحية. وهنا هل هذه المياه على سطح الأرض أم عميقة في داخل الأرض يا تاني؟ إنها في داخل الأرض، في جوف الأرض، فنسميها مياه جوفية. إذا يا تاني لدينا شكلان للمياه في بلادنا: مياه سطحية يعني نراها هنا على سطح الأرض، ومياه جوفية يعني في جوف الأرض، في داخل الأرض يا تاني. هذه يا تاني المياه الجوفية لما تشتي الدنيا يا أبطال، إذا بتلاحظوا أول يوم بنلاقي في مية في الطرقات، لكن بعد كده بتروح هذه المية. طب وين بتروح هذه المية يا تاني؟ جزء كبير منها يا أبطال بتنزل في جوف الأرض، تنزل في جوف الأرض يعني جوا الأرض، وبتصير مياه جوفية تتجمع في الآبار. تتجمع مياه الآبار وين؟ تتجمع مياه الأمطار وين؟ في الآبار. هنا يا تاني زي ما بتشوفوا بئر، هذا البئر يا تاني بتتجمع فيه مياه الأمطار في الشتاء لنستطيع استخدامها في الصيف. إذا يا أبطال الحلوين، أشكال المياه نوعان أو شكلان: مياه سطحية ومياه جوفية. هذه المياه الجوفية يا تاني تتجمع في الآبار في فصل الشتاء. والآن هيا بنا نحل السؤال الذي أمامنا. أختار من الصندوق الكلمة المناسبة وأكمل بها الجمل الآتية: الأمطار، الآبار، سطح. السؤال الأول: تعد مياه فراغ من أهم مصادر المياه في فلسطين.
مياه الأمطار. أحسنتم. إذا مياه الأمطار يا تاني هي من أهم مصادر المياه في فلسطين. توجد المياه إما على فراغ الأرض أو في جوفها، إما على سطح الأرض أو في جوفها. لما تكون على سطح الأرض نسميها مياه سطحية. أحسنتم. وعندما تكون في جوف الأرض نسميها مياه جوفية. رائعين يا أبطال. نجمع المياه في فراغ شتاء لاستخدامها صيفا. نجمع المياه في الآبار شتاء لاستخدامها صيفا. أحسنتم. طيب يا أبطال، فكروا معي، من أين نحصل على الماء؟ نحصل على الماء من الأمطار. أحسنتم أيضا. من البحار والأنهار والمحيطات والوديان. أحسنتم يا تاني. إذا نحصل على الماء من الأمطار والبحار والأنهار والمحيطات والوديان. طيب يا أبطال، هنا يتساقط ماء المطر من السحب. دايما يا تاني إذا بتلاحظوا قبل ما تطلعوا على المدرسة أو تطلعوا أي مشوار، ماما بتطلع بالسماء وبتقول ما في سحب ولا غيوم، إذا ما في مطر، خلص ما بلزم ناخد الشمسية معنا. لكن يا أبطال لما تكون الدنيا فيها غيوم كتير وسحب كتير، ماما بتقول الدنيا أكيد راح تشتي، صح؟ إذا تتساقط مياه الأمطار من السحب. وعندما ينزل الأمطار، عندما تنزل الأمطار نفرح كثيرا. طيب يا أبطال، قلنا أن مياه الأمطار تتجمع في الآبار. إذا نجمع مياه الأمطار في البئر شتاء حتى نستطيع استخدامها صيفا. أحسنتم يا أبطال. والآن أختار الكلمة المناسبة وأضعها في الفراغ لأحصل على أنشودة أرددها مع زملائي. الشجر، المطر، الفلاح. يأتي الشتاء ويسقط المطر، فيروي الحقول ويسقي الشجر. يا فرحة التراب يعانق المطر، يا فرحة الفلاح، يا فرحة الثمر. هيا بنا نردد الأنشودة الجميلة معا. يأتي الشتاء ويسقط المطر، فيروي الحقول ويسقي الشجر. يا فرحة التراب يعانق المطر، يا فرحة الفلاح، يا فرحة الثمر. أحسنتم يا أبطالي. والآن تعرفنا يا تاني أنه أشكال المياه مياه سطحية ومياه جوفية. قلنا المياه الجوفية زي الآبار. طيب خلونا نتعرف على أشكال المياه السطحية. ماذا ترى في الصورة الجميلة؟ إنه البحر. البحر يا تاني هو مسطح مائي كبير للمياه المالحة. إذا يا أبطال، البحر هو مسطح مائي كبير، يعني هو مكان فيه ماء كتير، وهو هذه ماء بيكون مالح، مياهه تكون مالحة يا تاني. إذا البحر مسطح مائي كبير للمياه المالحة. ماذا ترى في الصورة هنا؟ إنها البحيرة. البحيرة يا تاني مسطح مائي محاط باليابسة من جميع الجهات. شايفين يا تاني؟ هاي كل الجهات، هاي هذه الجهة وهذه 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 كلها يابسة. عندما أرى إنه مسطح مائي محاط باليابسة من جميع الجهات، على طول بقول هذه بحيرة. بحيرة. إذا يا تاني البحر مسطح مائي كبير للمياه المالحة. البحيرة مسطح مائي محاط باليابسة من جميع الجهات. ماذا ترى في الصورة الجميلة هنا؟ إنه الوادي. الوادي يا تاني زي ما انتم شايفين منطقة منخفضة، هنا في منطقة مرتفعة
وهنا منطقة مرتفعة. الوادي منطقة منخفضة تمتد بين الجبال. هاي شايفين يا تاني، هاي جبال هنا وهي جبال هنا، وهنا وادي، منطقة منخفضة تمتد بين الجبال تجري فيها المياه في فصل الشتاء. ماذا نسمي هذه المنطقة المنخفضة التي تمتد بين الجبال؟ إنه الوادي. أحسنتم يا أبطال. وماذا ترى في الصورة الجميلة هنا؟ هو مكان يشبه الوادي، لكن يا تاني هل يقع بين الجبال؟ لا، له ضفتين. إذا هذا النهر. النهر مسطح مائي ذو ضفتين يجري فيه الماء العذب. إذا يا أبطال النهر مياهه عذبة. النهر مياهه عذبة، هو مسطح مائي ذو ضفتين يجري فيه الماء العذب. وهنا في الصورة الجميلة إنه الخليج يا تاني. ماذا نسميه؟ الخليج مسطح مائي محاط باليابسة من 3 جهات. قلنا يا تاني لما يكون محاط باليابسة من جميع الجهات بنسميه بحيرة. نسميه بحيرة. لكن الخليج مسطح مائي محاط باليابسة من 3 جهات. مياهه مالحة. زي مين كمان قلنا مياهه مالحة؟ البحر. أحسنتم. طيب يا أبطال، إذا الخليج مسطح مائي محاط باليابسة من 3 جهات ومياهه مالحة. هيا بنا نحل السؤال الخفيف هذا. أختار من الصندوق ما يناسب الجمل الآتية وأكتبه في الفراغ: الخليج، البحر، البحيرة، الوادي، النهر. مسطح مائي كبير للمياه المالحة. البحر. أحسنتم. مسطح مائي محاط باليابسة من جميع الجهات. لما أقول يا تاني محاط باليابسة من جميع الجهات على طول مين؟ البحيرة. رائعين يا تاني. منطقة منخفضة تمتد بين الجبال. أول ما تشوف منطقة منخفضة تمتد بين الجبال أنا على طول عرفت الجواب، لكن لازم أكمل السؤال. تجري فيه المياه في فصل الشتاء. مين؟ الوادي. أحسنتم. مسطح مائي ذو ضفتين يجري فيه الماء العذب. مين ماء عذب؟ النهر. رائع يا تاني. مسطح مائي محاط باليابسة من 3 جهات ومياهه مالحة. من 3 جهات يا تاني مين؟ الخليج. رائعين يا أبطال الحلوين. والآن بمساعدة معلمي أشطب حروف بحر، بحيرة، وادي، نهر، خليج، وأكون مما تبقى من الحروف كلمات لأحصل على جملة مفيدة وأكتبها أسفل الجدول. يلا يا تاني نشطب كلمة بحر. أين كلمة بحر؟ أحسنتم، بحر. بحيرة. وين بحيرة؟ أبطال. كلمة وادي. أحسنتم، وادي. طيب يا أبطال، كلمة نهر. ممتازين. كلمة خليج. رائع يا تاني. والآن بقي لدينا أحرف، حاولوا أن تكونوا منها كلمة. نتجت عنا الجملة الآتية: المياه السطحية. وعرفنا أن أشكال المياه السطحية يا تاني بحر أو بحيرة أو وادي أو نهر أو خليج. أما المياه الجوفية يا أبطال الحلوين زي الآبار. أحسنتم. والآن يا أبطالي لاحظوا معي هذه الصورة الجميلة. إنه البحر الأبيض المتوسط. البحر الأبيض المتوسط. طلعوا يا تاني نرسمه على الخريطة باللون الأزرق. مين يقول لي يا أبطال مين مدن ساحلية تطل على البحر الأبيض المتوسط أخذناها؟
ممتاز. غزة، يافا، حيفا، عكا. ممتازين يا أبطال، أحسنتم. طيب يا حلوين، والآن أختار الكلمة المناسبة وأكمل بها الجملة ثم أقرأها. السطحية، الجوفية، داخلية ساحلية، نابلس، حيفا، مالحا، عذبا. يلا نطلع مع بعض. يعد البحر الأبيض المتوسط من أشكال المياه فراغ في فلسطين، السطحية أم الجوفية؟ السطحية، أحسنتم. مذاق ماء البحر الأبيض المتوسط هل مالح أم عذب؟ مالحا، رائعين يا تاني. تسمى المدن الفلسطينية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط مدنا ساحلية. تعد مدينة فراغ من المدن الساحلية الفلسطينية نابلس أم حيفا؟ حيفا، رائعين يا أبطال الحلوين. والآن ألون البحر الأبيض المتوسط في خريطة فلسطين باللون الأزرق وأكتب اسمه على الخريطة. لونوا يا تاني بمساعدة بابا ماما البحر الأبيض المتوسط، ونكتب اسمه البحر الأبيض المتوسط. أحسنتم يا أبطال. والآن فكروا وناقشوا. يحتاج محمد من مدينة الخليل إلى تصريح ليتمكن من زيارة البحر الأبيض المتوسط. فكروا معايا تاني، ليش محمد ما بيقدر يروح على البحر الأبيض المتوسط إلا التصريح؟ إيش يعني تصريح يا تاني؟ هذا التصريح يا تاني بيعطونا إياها ورقة، بيعطينا إياها اليهود حتى نستطيع دخول أراضينا المحتلة. هم محتلين أراضينا اللي هم بيحكوا عنها إسرائيل، بس إحنا ما بنحكي عنها إسرائيل، إحنا بنحكي عنها أراضينا المحتلة زي حيفا وعكا ويافا والمجدل وعسقلان واللد والرملة والقدس وكل الأماكن هذه اليهود احتلوها منا، صح؟ فإحنا دايما لما بدنا نروح نزور مثلا الأقصى أو أي مدينة برا بخارج غزة يعني نحتاج لتصريح يا تاني. كذلك محمد عايش في مدينة الخليل أيضا يحتاج إلى تصريح حتى يتمكن من زيارة البحر المتوسط. بسبب مين هذا الكلام يا تاني؟ بسبب الاحتلال والحصار وإغلاق المعابر. أحسنتم يا حلوين. ها قد وصلنا إلى نهاية حصتنا اليوم. ألقاكم في حصة قادمة. مع السلامة.